السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، بصوا بقى، احنا النهارده بقالنا فترة ما صورناش حاجة، فقلت بقى النهارده اصور لكم. انا معايا لحمة ضاني، تمام. عايزين نعملها صينية هنشوحها على طول، مش هتاخد مننا وقت، تمام. لحمة ضاني اهي، دي كانت من الموزة، حتة من الموزة، تمام. ومعانا بصل، معانا بصل 4 بصلات، ومعانا 2 فلفل رومي، ومعانا هنا ده شبت حزمه بس صغيره شبت. الشبت بقى بيدي للحمه ريحه جميله جدا وطعم جميل جدا، تمام. هنعمل ايه؟ احنا هناخد اللحمه دلوقتي، هنروح على البوتاجاز. معانا بقى التوابل، بقى نسيت اقول لكم التوابل. معانا هنا ملح، فلفل اسمر، هنا بقى ده ورق لورا وحبهان، بس انا طحناه، تمام، عشان مش بنحب الحبهان صحيح كده. ورق لورا مطحون، تمام. هنا معانا 7 بهارات، وهنا معانا بابريكا مدخنه، والملح طبعا. خلاص. هنروح بقى على البوتاجاز، هنشوف هنعمل ايه. يلا تعالوا معايا. يا حبايبي، بصوا بقى، احنا كده نقلنا على البوتاجاز. حطينا صينيه تسخن، هنحط فيها بقى حته سمنه بلدي حلوه كده، عشان نشوح اللحمه كلها فيها. نحط حته كمان. اهم حاجه الطاسه تسخن قوي، تمام. هنا كده الطاسه سخنت قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بقى ننزل باللحمه. يعني لو حته كده فيها دهن ولا حاجه ننزلها عليها، علشان خاطر ايه؟ تسلي معانا، تمام يا بنات. لازم نخليها تاخد لون من تحت وبعدين نقلبها، تمام. بس نوسع كده، هتاخد كده لون من الناحيتين، وبعدين هنقلبها، وبعدين هنشوف بقى هنعمل ايه. يلا نقطع الخضار على ما ايه، ما هي تاخد لون. يلا تعالوا بقى نقطع الخضار. يا حبايبي، نجهز بقى ايه، نجهز شويه الخضار اللي معانا، تمام. خلاص كده. البصل بقى، طبعا ايه، هنقطعه حلقات كده، تمام. تتجاب نصين كده يا بنات، عشان الحلقه بتاعت البصل ما تبقاش كبيره. بصوا، عايزين نسهل على نفسنا في الجو ده، يعني حاجات تبقى سهله كده.
طبعا انتوا عارفين اللحمه لازم ايه بصل كتير، تمام. ولما تكون هتتعمل كمان صينيه كده يبقى شويه بصل حلوين كده. خلاص حبايبي، اقطع بقى الفلفل. شرايح رفيعه برده كده. بصوا كده تحسوا الموضوع خلص يعني. خلاص احنا خلاص هننزل بالخضار، تمام. ادي الخضار معانا اهو اللي احنا ايه هنحطه على اللحم. خلاص يا بنات، تعالوا بقى نشوف اي حبايبي. بصوا بقى اللحمه بقت عامله ازاي، شايفين اللون بتاعها؟ اهم حاجه اللون بتاعها تاخد لون من تحت ومن فوق، تمام. وبعد كده هنبدا ننزل بالايه بالخضار. دقيقتين بالظبط وهننزل بالخضار. وبعدين انا بعمل كمان شويه رز مفلفل جنبيها، تمام. بس كده، مش عايزين بقى ولا خضار ولا الكلام ده خالص. عايزين حاجه كده سهله وبسيطه. الحر ده مش مستحمل الواحد خضار والكلام ده. بس طبعا ممكن هنا مع الصينيه دي ممكن تحطوا بطاطس، تقطعوا شرايح بطاطس تحطوها فيها، تبقى جميله برده مع البصل والفلفل. بصوا حبايبي، هننزل بقى بشويه الخضار بتوعنا. عايزه اقول لكم بقى ريحه الشبت جميله جدا. نوسع كده للبصل ينزل كده جوه عشان يتشوح برده معانا. هتطلع صينيه محترمه جدا. نحاول على قد ما نقدر نخفف على نفسنا عشان الحر ده وقفه المطبخ صعبه جدا. بصوا احنا بعد كده هنحط لها كاتل ميه مغليه، تمام. وهنغطيها لغايه ما تتشرب خالص. ان شاء الله هتكون استوت. هندخلها تاخد وش بس تحت الشوايه، تمام يا بنات. يلا انا هشوحها وهرجع لكم بقى تاني. ايه يا بنات، بصوا انا شوحتها خلاص، تمام. هنبدا بقى ننزل بالايه كاتل ميه مغليه. تمام يا حبايبي. طيب فين يا حنان التوابل؟ ما حطيتيش التوابل ليه؟ لا التوابل عشان فيها ملح، انا مش هحط دلوقتي الا التوابل. هحط التوابل بس الملح لا. بص حبايبي، يعني هننزل بالتوابل كلها ما عدا الملح.
نخلي الملح الايه لما اللحمه تستوي، لان لو حطينا الملح اللحمه مش هتستوي. تمام، بس كده. هنسيبها بقى كده لغايه ما تتشرب ميتها ان شاء الله. طبعا الضاني الصغير ما بياخدش سوا، يعني بيستوي على طول ان شاء الله. هنسيبها بقى كده، نغطي عليها، هنغطي عليها ونسيبها لما تتشرب. بعد كده هنشوفها استوت ما استوتش، هنحط لها كاتل ميه تاني. تمام، وبعدين نحطها تحت الشوايه. ايه يا بنات، بصوا ده بقى الشكل النهائي. دخلتها تحت الشوايه بعد ما استوت فوق، دخلتها تحت الشوايه، خدت اللون من الناحيتين. تمام، طبعا ما كناش حاطين لسه الملح، فحطينا الملح. ايه بنات، بصوا بقى ده الشكل النهائي اهو لصينيه اللحمه بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. طبعا انا حطيتها تحت الشوايه، خدت لون من الناحيتين. تمام، وشويه الصوص اللي فيها بقى عظمه، يتغمسوا بقى بلقمه معاهم شويه رز بقى. بصوا يلا جربوا بقى كده الصينيه، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه، نوروني وتفعلوا علامة الكل علشان لما انزل اي فيديو يوصلكوا اشعار بيه. شكرا يا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.